عارفين لما يكون طبق الكشري كده بنظافة وجودة البيت وبطعم وريحة المحلات بيبقى احلى طبق كشري. تعالى اقولك على طريقتي في الكشري بكل سهولة وبتركات المحلات. اول حاجة احنا بنعمل البصل عشان بنستخدم الزيت بتاعه. بقطع البصل كده سلايزات رفيعة وبحط عليها معلقتين نشا واقلبهم كويس وانزل بالزيت، انزل يكون الزيت مسخناه كويس وانزل بيه. بس على ما الزيت يسخن كنت غسلت شوية عدس بكبة وحطيتهم على النار يستووا. كده انا بنزل بالبصل، بس اهم حاجة يعني وانتي بتنزلي انزلي بالبصل شوية بشوية، ما تنزليش بيه مرة واحدة عشان ما يكتلش معاكي ويبقى كتلة واحدة، يعني فككي كده من بعضه وياخد لون وتطلعيه على مصفى، ما تطلعوش على ورق آلية او مناديل مطبخ عشان هيطرى معاكي. بس الطريقة دي بتخليه يفضل مقرمش وبتخليه يفضل يعني لتاني يوم بنفس القرمشة بتاعته. هنا كده انا كنت عملت سخنت المية غليت معايا بتاعت المكرونة، هنزل بالمكرونة بتاعتي بتاعت الكشري وهحط الملح بتاعي. وعلى عين تانية حطيت الحمص كنت نقعاه قبلها بساعتين 3 بيبقى بالمنظر ده، بحطه على النار يغلي يستوي اطلعه واصفيه. هنا كمان انا بستخدم الشعرية اللي هي الطويلة او اللي هي معوجة بتاعة الكشري. بتلاقيها فين؟ بتلاقيها عند المحلات اللي بتبيع جملة او اللي بتبيع مكرونة فرد. بجيب الربع كيلو بيعمل معايا كمية بحمرها في الطاسة اللي هي بتاعة اللي انا كنت محمرة فيها البصل، او بحمرها في الحلة اللي انا هعمل فيها الرز. احمرها كده وهنزل بكون غسله الرز وانزل عليه واملحه. طبعا انا حاطه الزيت بتاع البصل لانه بيدي طعم. كده انا نزلت بالرز وهقلبه بالملح شويه وهسيبهم على نار هاديه وهوريكي العدس بعد ما استوى معايا هصفيه وهقولك على التركية اللي بتخليه مفرفر كده معاكي وبيبقى طعمه حلو زي بتاع المحلات. كانت المكرونة استوت والعدس صفتهم. هقولك دلوقتي انا هعمل ايه. بس الاول هزود الرز بتاعي بعد ما شوحته شوية، بحب اشوحه الاول عشان يبقى مفلفل كده بيبقى طعمه حلو. هبتدي ازود الرز واسيبه بقى لحد لما يغلي واوطي عليه. وهاجي للمكرونة هحط عليها الزيت من بتاع اللي انا كنت قالية فيه البصل واقلبه كويس وهركنها على جنب. وبعد كده العدس بتاعي بعد ما صفيته كويس وغسلته كويس هبتدي اجيبه في طاسة من غير ولا نقطة زيت ولا اي حاجة، وهحطه على الطاسة زي ما انتم شايفين كده يبتدي ينزل السوائل وينشف. ده اللي بيخليه يعني ايه مش مكتل في بعضه، يبقى مفرفر كده زي ما بيقولوا. هنا كده انا كنت بعمل الدق اللي هي الصلصة. السر بقى هنا في الصلصة بيبقى ليها توابل بتنقل الصلصة في حتة تانية بتبقى نفس ريحة صلصة المطاعم بالظبط. هنا كده انا كنت جبت زيت اللي هو برضو بتاع البصل، هبتدي اقلب احط فيه حتة تومة واقلبهم كويس. وبعد كده هنزل عليهم بشوية من الخل، معلقة من الخل والصلصة بتاعتي اللي هي الطماطم انا ببقى مجهزاها عندي، ببقى حطاها في الفريزر وبطلعها تسيح. انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. بتاعة المحلات بيسلوها نص سلقة وبعد كده بيضربوها في الخلاط ويصفوها. هنا التوابل بتاعتي هكتبها لكم في صندوق الوصف. انا استخدمت كاري، جوز الطيب، حبهان بودر وورق لورا، كركم، كمون، كزبرة، بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، 7 بهارات. دولت بيخلوا الصلصة رهيبة يا جماعة، رهيبة وبيخليها ريحتها حلوة قوي. بديها تقليبتين وبطفي عليها. هنا كده انا كنت بعمل الدقة، انا بحب اعملها على تكون سخنة، ما بحبش اعملها اللي هي الباردة. هنا كده انا غليت مية وحطيت الثوم وحطيت الليمون
والكزبرة والكمون والخل واقلبهم كويس وبسيبها تهدى كده، وبتبقى دقة طعمها جميل وبتبقى مركزة. الشطة بقى انا بحب يبقى الزيت كتير، وبحب احط معلقة من الشطة، فيك تزودي من الشطة عشان انا بستخدم الزيت بتاع الشطة بيبقى طعمه حلو وبيبقى قوي جدا. يا دوبك بس تغلي كده الشطة، وبحط زي معلقتين من الصلصة واسيبها تغلي غلوة واطفي عليها، وكده يكون معانا خلص الكشري. بجد لو جربتيه ادمان يا جماعة، ادمان. طبعا انا كان الحمص استوى وشيلته. طبعا لو مش حابة تضيفي الحمص مفيش اي مشكلة، انا بحب اعمل طبق الكشري يكون كامل زي بتاع بره بالظبط. هنا كده انا كنت بغرف معاكم الطبق، الرز وبعد كده المكرونة زي ما انتم شايفين كده مش معجنة في بعضها من الزيت، ما بتحطيه تفضل مفلفلة وبتبقى حلو. والعدس زي ما انتم شايفين اهوت، والبصل والحمص. وهبتدي بقى دلوقتي احط الدقة على جنب، وبرضو الشطة على جنب اللي عايز. وبحب احط بقى من فوق كده الصلصة بتاعتي. جربوه لو عجبك الوصفة واستفدت منها، متنسينيش في لايك وكومنت، واشوفك على خير في فيديو جديد. باي باي.